أيها المسلمون عباد الله، إن دعوة أهل السنة والجماعة هي طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الأمان في عقيدتها وفي عبادتها وفي معاملتها وفي أخلاقها ومنهاجها وسلوكها وفي مواقفها. سلام للعقيدة وأمان، وسلامة في العبادة وأمان، وسلامة في المعاملة وأمان، وسلامة في الأخلاق والمنهاج والسلوك وأمان. فالأمان نجده بطريق أهل السنة والجماعة، لأنهم إنما يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدعون الناس إلى أنفسهم ولا إلى حزبهم ولا إلى فرد من أفرادهم، فليس عندهم ولاء وبراء ضيق لشخص من الأشخاص، بل قدوتهم وأسوتهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يطالبون الجميع بأن تكون عقيدتنا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أن تكون عبادتنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أن تكون معاملتنا وأخلاقنا وسلوكنا ومنهاجنا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا فعلنا ذلك سلمنا من هذه الآفات وهذه الفتن والمضلات التي ابتليت بها المجتمعات. إنما ترون من ضلال من ضل في باب العقيدة أو العبادة أو المنهاج أو الأخلاق والسلوك له آثاره الوخيمة فيما يستقبل من حال هذه الأمة. المسألة لا تقف عند هزة الرؤوس وضرب الطبول عند بعض الناس، قد يقول ما هؤلاء إلا دراويش يضربون الطبول ويهزون الرؤوس ويقرؤون المولد، ماذا تريدون منهم؟ نحن نريد منهم ألا يغرقوا سفينتنا، لأن سفينتنا واحدة، سفينتنا واحدة، فإذا تركناهم يخرقوها غرقت هذه السفينة. فلذلك ندعوهم أن يصححوا من عقائدهم وأن يصححوا من أعمالهم حتى لا تغرق هذه السفينة.